وبعدها لك يا رمضان، على رأي الإعلانية لما قالوا له إيه يا رمضان ده بقى يا رمضان. كل الناس عرفت الحدوتة اللي حصلت بين ابن محمد رمضان وولد كان معاه في النادي. ساعتها والدته عملت محضر لرمضان والابن والدنيا كلها اتقلبت. لكن برضو كل ده مش هو اللي حصل بالتفصيل. فيا ترى ايه اللي والد الضحية قاله، وايه علاقة محمد رمضان بالموضوع، وليه طلع بعد الموضوع ده وغنى هو وابنه عادي؟ كل ده بقى واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. محمد رمضان وابنه تقريبا بقوا فاتحين على البحري. الموضوع بتاع ان ابنه لطش ولد اسمه عمر في النادي بالقلم ما طلعش زي ما كلنا عارفين. الموضوع طلع فيه تفاصيل جديدة، ابو عمر حكاها بالتفصيل. مش بس ان ابنه اتلطش بالقلم من ابن محمد رمضان، ووالدة عمر عملت محضر لرمضان والابنه وخلاص بقى القصة على كده. لا، ده طلع ان رمضان ليه دخل في الموضوع وكمان كان طرف فيه. فيا ترى ايه اللي حصل بالظبط من الاول للاخر؟ الموضوع ابتدى لما ابن محمد رمضان راح النادي وكان بيلعب مع الاولاد على الزحليقه على البول. المهم انه بيلعب هو والاولاد، وبعدها ماشي ابن محمد رمضان ففي عيل خبط فيه، بس مش عمر. عمر راح عشان يسلك بينهم، فافتكر ابن محمد رمضان ان عمر هو اللي خبطه. ساعتها قام للعيال وهو انتم ما تعرفوش انا ابن مين؟ العيال طبعا ما كانوش يعرفوا، لكن ابن محمد رمضان نمبر 1 اخد عمر وراح قفل عليه الحمام، بس اصحاب عمر راحوا فتحوا له الباب. المهم بعد ما حبس عمر في الحمام والعيال فتحت له الباب، العيال بتبص لقت محمد رمضان واقف. فضل يزعق للعيال وخلى ابنه يلطش كمان عمر بالقلم. مش بس كده، ده كمان مد ايده على الولد، وده اللي ابو عمر قاله. ومش بس كده، ده بعد ما رمضان خلص الموضوع ده مشي هو وابنه وراحوا عشان يغنوا ويرقصوا. المهم بعد ما الموضوع خلص طلع نمبر 1 وابنه يغنوا ويرقصوا، ولا كأنهم عملوا اي حاجة في عمر، ولا كأن عمر ده ليه اهل اصلا ممكن يقدروا انهم يحاسبوا محمد رمضان. لكن والد عمر لما طلع مع عمرو اديب طرح عدة اسئلة عليه، من ضمنها انه ممكن يخلي عمر ياخد حقه بدراعه وتبقى بقى خناقة عيال وخلاص. بس لو خلى ابنه يعمل كده هتبقى غابة. طب لو خلى القانون ياخد مجراه ممكن حق ابنه يرجع من واحد زي محمد رمضان، ولا يا ترى ايه الدنيا؟ المهم بقى ان الراجل مش عايز يحول الموضوع لخناقة، ومشي في سكة القانون عشان حق ابنه يرجع. فيا ترى بقى انتم ايه رأيكم في الموضوع ده؟ هل الراجل ممكن ياخد حقه بالقانون، ولا يخلي ابنه يمسك ابن محمد رمضان ويرنه علقة